بقديم الزمان في قرية صغيرة محاطة بالغابات والجبال، عاش رجل يدعى عياد. كان صياداً بسيطاً طيب القلب قليل الكلام، يخرج كل صباح إلى الغابة حاملاً قوسه أو شبته، لا يطلب من الدنيا سوى لقمة عيش حلال يعود بها إلى زوجته زهرة. لكن زهرة على خلافه كانت امرأة طماعة، لا ترضى بالقليل، دائمة التذمر، لا ترى في زوجها إلا رجلاً فقيراً لا يحقق لها ما تطمح إليه من مجوهرات ولباس فاخر وبيوت فخمة. في كل مساء يعود عياد مرهقاً يحمل صيداً قليلاً، فيستقبله وجه عابس وكلمات جارحة. قالت له زهرة ذات مساء بصوت غاضب: إلى متى سنبقى نعيش على هذه الأسماك الصغيرة والطيور الضعيفة؟ ألا ترى أن جيراننا قد بنوا بيوتا من طين وحجارة ونحن لا نملك إلا كوخا ينهار؟ عياد بهدوء: يا زهرة، نحن نعيش بكرامة، لا نمد أيدينا لأحد ونأكل مما نصطاد، ألا يكفيك هذا؟ زهرة وهي تلوح بيدها: كلا، لا يكفيني، أريد ثيابا جميلة، أريد خاتما من ذهب، أريد بيتا له باب من خشب، لا كوخا تنفذ منه الرياح. هز عياد رأسه بأسى، لكنه لم يرد، فهو يعرف طبع زوجته ويعلم أن الطمع قد استوطن قلبها. وذات صباح وبينما كان يسير في الغابة كعادته، سمع صوتاً غريباً قادماً من بين الأشجار. اقترب بحذر، فإذا به يرى جرة قديمة مطمورة تحت جذع شجرة. حملها بين يديه فشعر بحرارتها، رغم أن الجو كان بارداً. فتح الجرة فإذا بدخان كثيف يتصاعد منها، ثم خرج مارد عظيم طويل القامة أحمر العينين، يلبس عباءة سوداء. المارد: وأخيرا خرجت، كنت حبيسا في هذه الجرة ل1000 عام. عياد مترددا: أنا لقد فتحت الجرة، منية واحدة، أمنية واحدة فقط، فكر جيدا، فإني أستطيع أن أعطيك ما لا يتخيله عقل. سكت عياد لحظة ثم قال بتواضع: عياد، لا أريد سوى رزق يكفيني ويكفي زوجتي، طعام كل يوم، وسقف لا يسقط علينا، وستر من الله. ضحك المارد وقال: المارد، طلبك بسيط وهذا يعجبني. خذ هذه الشبكة، إنها سحرية، كلما رميتها في الماء أخرجت لك أسماكا كثيرة لا تنفد، لكن إياك والطمع، فإن طلبت أكثر مما تحتاج سلب منك كل شيء. شكر عياد المارد وأخذ الشبكة، ثم عاد إلى بيته فرحا. في اليوم التالي جرب الشبكة فرماها في النهر القريب من بيته، فإذا بها تعود ممتلئة بالأسماك الكبيرة. باعها في السوق وربح مالا لم يربحه من قبل. اشترى طعاما جيدا وثيابا جديدة وحسن الكوخ. فرحت زهرة، لكنها سرعان ما بدأت تتذمر مجددا. زهرة: وهل هذا هو كل ما جلبته لنا؟ بضع دراهم، نريد أكثر، نريد قصرا، خدما، ذهبا. عياد: لقد حذرني المارد من الطمع، وقال إن من يطلب أكثر مما يحتاج يحرم من كل شيء. لكن زهرة لم تهتم. وفي اليوم التالي وبينما كان عياد نائما، أخذت الشبكة وذهبت إلى النهر وبدأت تهمس: زهرة، أيها المارد، أظهر لي، أريد أن أطلب، أريد قصورا وخدما وأموالا لا تنفد. ظهر المارد، لكنه كان غاضبا. المارد: لقد حذرت زوجك، ولكن إن كنت مصرة فلك ما تريدين، ولكن بثمن. هتفت زهرة فرحة: لا يهم الثمن، المهم أن أملك كل شيء.
فضرب المارد الأرض بعصاه فاهتزت وظهرت أمامها قصور من ذهب وحدائق خضراء وخدم يركضون لخدمتها. ركضت زهرة إلى القصر وجلست على العرش وضحكت بصوت عال، وقالت زهرة: أخيراً أصبحت سيدة القصر، من الآن لن آكل إلا على أطباق الذهب. لكن القصر لم يكن حقيقياً، كان سراباً. فما إن حل الليل حتى بدأ يتلاشى، الأثاث اختفى، الخدم تحولوا إلى دخان، والذهب إلى تراب. ووسط ظلام دامس وجدت زهرة نفسها وحيدة في الغابة، لا تعرف طريق العودة. أما عياد فقد استيقظ ووجد الشبكة مكسورة وبيته مهدوم، ولم يبق من الرزق شيء. فجلس حزينا وقال: عياد، ضاعت النعمة بسبب الطمع، لكنني سأبدأ من جديد، فالله لا ينسى من يتوكل عليه. وبدأ من جديد، يصطاد بشبكة عادية ويبيع القليل ويأكل من القليل، لكنه كان مرتاح القلب. أما زهرة فقد تاهت في الغابة ولم يسمع عنها أحد بعدها. مرت أيام طويلة وظل عياد يعيش وحده في كوخه المهدم. عاد إلى الصيد بشبكة بسيطة لا تأتيه إلا بما يسد رمقه، ولكنه ظل يحمد الله ويقول لنفسه: عياد، الحمد لله على كل حال. خسرت الكثير لكن قلبي ما زال راضيا، وسأبني حياتي من جديد ولو بالحجارة. بدأ في إصلاح الكوخ بنفسه، يجمع الحطب ويحفر الأرض ويضع الحجارة. وكانت الغابة مليئة بالأخطار، ذئاب وأفاعي وريح عاصفة، لكنه ظل صامدا مستعينا بالله. أما زهرة فبدأت رحلتها الطويلة في الضياع. استفاقت في الغابة ووجدت نفسها وسط الظلام، لا تعرف أين الشمال من الجنوب. كانت ترتدي ثوبا حريريا لكنه تمزق في الأشجار، وحذاؤها غاص في الوحل، وشعرها الجميل أصبح أشعث. مشت لأيام لا تجد ما تأكله، حتى صارت تبحث عن التوت البري وتأكل الجذور. وفي إحدى الليالي سمعت صوت ذئب يعوي قربها، فركضت مذعورة وتعثرت بحجر وسقطت، فأغمي عليها. حين أفاقت وجدت نفسها في كوخ صغير داخل الغابة. كانت هناك امرأة مسنة تشعل نارا وتضع حساء في قدر صغير. العجوز: استيقظت أخيرا، ظننتك لن تفيقي. من أنت؟ وما الذي أتى بك إلى هذه الغابة الملعونة؟ زهرة بتعب شديد: أنا امرأة كانت تعيش في النعيم، ولكن طمعي جرني إلى الجحيم. إذن أنت من أولئك الذين باعوا البساطة مقابل السراب. زهرة: نعم، كنت أعيش مع زوجي الصياد الطيب البسيط، لكنه كان راضيا وأنا كنت طماعة. أردت قصورا وخدما وأموالا لا تنتهي، فخسرت كل شيء. العجوز بصوت خافت: الندم لا يعيد ما فقد، لكن قد يفتح باب التوبة. إن كنت صادقا فابدئي من جديد ولا تعودي كما كنت. عاشت زهرة مع العجوز أياما، تنظف الكوخ وتطبخ وتغسل. بدأت تتعلم معنى الجهد والتعب، وتشعر بقيمة لقمة الخبز التي كانت ترميها يوما باستهزاء. بعد شهر قالت لها العجوز: الآن يمكنك العودة، ولكن لا تتوقعي أن يغفر لك زوجك بسهولة. ستحتاجين إلى الصبر والصدق. وفي يوم ممطر خرجت زهرة من الغابة وبدأت تبحث عن طريق العودة إلى كوخ زوجها. لم يكن الأمر سهلا، فقد تغيرت ملامح الطريق، لكنها كانت تسأل الرعاة والفلاحين، وتواصل المشي رغم الجوع والتعب، حتى وصلت في آخر النهار إلى الكوخ. وكان عياد جالسا خارجا يشعل النار ليشوي سمكة صغيرة. نظر إليها بدهشة، وقف ببطء وقال: عياد، أنت عدتِ؟
زهرة وقد أجهشت بالبكاء. نعم، عدت امرأة مكسورة نادمة، لا أملك شيئا، لكني أطلب فرصة لأكفر عن ذنبي. عياد بصوت مكسور: أخذت مني كل شيء يا زهرة، خسرت رزقي وبيتي ونعمتي، كنت أحذرك وكنت تسخرين مني. زهرة: أعرف، وأنا مستعدة أن أخدمك وأبقى بجانبك ولو في هذا الكوخ المهدم. لن أطلب شيئا بعد اليوم سوى أن أسامح نفسي وتسامحني. مرت أيام ولم يكن من السهل على عياد أن يغفر، لكنه كان رجلا طيبا وفي قلبه بقي حبها القديم حيا. رآها تنظف الكوخ وتساعده في الصيد وتصبر على التعب. شيئا فشيئا بدأت الثقة تعود بينهما، ولكن بصمت وصبر. وفي أحد الأيام بينما كانا يصيدان سويا قرب البحيرة، سقطت زهرة في الماء وكادت تغرق. رماها عياد بالحبل وسحبها، ثم صرخ: عياد، لماذا خرجت معي؟ قلت لك إن المكان خطير. زهرة تسعل وتبكي: لأنني لم أعد أحتمل أن أتركك تواجه الخطر وحدك. نظر إليها وشعر بصدق كلماتها. في تلك اللحظة عاد المارد، لكن بهيئة مختلفة، على هيئة صياد عجوز. قال لهما المارد: تعلمتما الدرس. أنت يا زهرة أدركت معنى الرضا، وأنت يا عياد غفرت. لهذا سأمنحكما فرصة جديدة. وبلمحة ظهرت شبكة جديدة في يد عياد، ولكنها ليست سحرية، فقط متينة وجيدة. المارد: هذه ليست شبكة سحرية، لكنها ستخدمكما إن اجتهدتما، فالبركة في الكد لا في السحر. وهكذا عاش عياد وزهرة من جديد، حياة بسيطة لكنها مليئة بالحب والرضا والتفاهم. وصارت زهرة كلما نظرت إلى الشبكة تتذكر كيف أن الطمع كاد يدمر حياتها، وتحمد الله أنها عادت في الوقت المناسب. هل ترغب؟ مرت شهور واستقرت حياة عياد وزهرة، وأصبحا يعيشان في انسجام. لم تكن حياتهما مريحة بالكامل، لكنها كانت دافئة وصادقة. وذات صباح بينما كان عياد يصلح شبكته قرب البحيرة، اقترب منه رجل غريب يركب حصانا أبيض ويرتدي لباسا فخما يلمع تحت الشمس. كان التاجر معروفا في القرى المجاورة باسم الحاج منصور، رجل يملك أموالا كثيرة، ويقال إنه يشتري كل ما تقع عليه عينه. أوقف حصانه وحدق في الصياد وقال: الحاج منصور، أأنت الصياد الذي يتحدث عنه الناس، الذي اصطاد سمكة ضخمة الشهر الماضي وباعها بثمن كبير؟ عياد بهدوء: أنا لا أحب الحديث عن نفسي، لكن نعم، اصطدت سمكة كبيرة واشتراها أحد النزلاء في المدينة. الحاج منصور يبتسم بمكر: إذن أنت ماهر. اسمع، لدي عرض لا يرفض، آتيك بسفن وأدوات صيد متطورة مقابل أن تعمل لحسابي. نصف ما تصطاده لي والنصف الآخر لك. فكر عياد قليلا، لكن شيئا في داخله لم يرتاح للرجل. عياد: أشكرك، لكنني مرتاح بما أملك، لا أريد أن أكون عبدا للمال. ضحك الحاج منصور وقال بازدراء: الحاج منصور، ستندم يا رجل، لا أحد يرفض عروضي. وانصرف مغتاظا يضرب الحصان بعصا من ذهب. في المساء حكت زهرة لزوجها عن رؤيتها لرجل يوزع الذهب على الأطفال في السوق، ففهم عياد أنه الحاج منصور يحاول شراء حب الناس، لكن هناك سرا خلفه. ومع مرور الأيام بدأت أخبار غريبة تنتشر في القرية: شباب يعملون مع منصور يختفون، وأسر تطرد من أراضيها، وأطفال يبيعون كل شيء من أجل دراهم قليلة. وذات يوم
وبينما كان عياد يصطاد وجد ولدا صغيرا يبكي قرب النهر وملابسه ممزقة. عياد: ما بك يا صغيري؟ لماذا تبكي هنا وحدك؟ الولد: أمي، أخذوها الرجال الذين يعملون مع الحاج منصور لأنها رفضت بيع أرضنا. قالوا إنها خالفت الأوامر. غضب عياد وأخذ الطفل إلى الكوخ وأطعمته، ثم التفت إلى زهرة. الأمر فاق الحد. هذا الرجل يستعبد الناس ويشتري كل شيء بالمال. يجب أن نتحرك. زهرة: لكننا فقراء، ماذا نستطيع أن نفعله؟ وفي الأيام التالية بدأ عياد يتحدث مع شيوخ القرية. وذات ليلة اجتمع مع كبار القوم في الخفاء في بيت منسي خلف الجبل. قال أحدهم: الشيخ سالم، الحاج منصور له حراس وله سلطة، وإن عارضناه علنا قد يسكتنا جميعا. عياد: لكن إن سكتنا سيشتري أرضكم وأولادكم وحتى ماءكم. بعد نقاش طويل قرروا إرسال رسالة إلى الوالي يطلبون منه الحضور سريا للتحقيق في الأمر. وفعلا بعد أسبوع وصل الوالي متنكرا في هيئة قافلة تجارية. اصطحبوه ليرى بعينيه الأطفال المشردين، النساء المطاردات. صدم الوالي وقرر أن يستدعي منصور للتحقيق. حضر الحاج منصور في زهو وكبر، حاول الكذب. الحاج منصور: كل من يتكلم ضدي حاقد. أنا أطعمت فقراءهم وعلمت أطفالهم وأعطيتهم الذهب. لكن الطفل الذي أنقذه عياد وقف وقال: أمي في السجن لأنك سرقت أرضنا، والناس جاعوا لأنك منعتهم من النهر. نظر الوالي إلى الطفل ثم إلى الوجوه الحزينة خلفه، وقال الوالي: لقد رأيت ما يكفي. الحاج منصور: ستصادر أموالك وتعاد الأراضي إلى أهلها وتطلق كل النساء والأسرى. عادت البسمة إلى الوجوه وعاد النهر إلى المزارعين. أما عياد فقد شكره الجميع وعرضوا عليه أن يصبح زعيما لقريتهم، لكنه قال: عياد، أنا لست قائدا، أنا رجل بسيط يحب الحق والعدل. دعوا كل واحد يزرع ويصطاد بكرامة. مرت سنتان منذ سقط الحاج منصور وعادت الحياة إلى طبيعتها في القرية. كان عياد يعيش مع زهرة في كوخ خشبي جديد ساعده أهل القرية في بنائه، وكان أكثر متانة من السابق. أما الطفل اليتيم الذي أنقذه فقد تبناه وأسماه سهيل، ورباه على الصدق والعمل والرحمة. وذات مساء عاصف سمع عياد طرقا غريبا على بابه. فتح فإذا برجل ملتح يرتدي عباءة مبللة، وعيناه تنظران خلفه كمن يهرب من خطر داهم. الرجل بصوت متقطع: أنقذوني، الغابة تحترق، شيء غريب يحدث هناك. ليس حريقا عاديا، كأن الأرض تثور من تحتها. أدخلوه فورا وأشعلوا النار ليجف، فبدأ يحكي. الرجل: أنا من قرية وراء الجبل تدعى أقحوان، كنا نعيش بسلام حتى ظهرت سحب سوداء لا تفارق السماء، والأرض صارت تهتز تحت أقدامنا، وأشجارنا تسود وتسقط من جذورها. ثم بدأ يظهر مخلوق طويل، عيونه جمر وصوته كالرعد. ارتجف الطفل سهيل وقال: سهيل، أهو مارد؟ الرجل: لا ندري، لكنه لا يقتل، فقط يهمس للناس ثم يختفون. ويقال إنهم يدخلون كهفا عظيما في قلب الجبل ولا يخرجون بعدها أبدا. نظر عياد إلى زوجته زهرة وقال: يبدو أن دورنا لم ينتهي بعد، علينا أن نرى ما يحدث. زهرة بتردد: لكني خائفة عليك، هذه ليست معركة ضد بشر، بل شيء من عالم آخر. عياد:
لكن إن سكتنا قد يصل الخطر إلى قريتنا، ثم إلى سهيل، وإلى كل من نحب. في اليوم التالي انطلق عياد والرجل المسافر نحو قرية أقحوان. عبروا الجبال في طقس بارد، وساروا بين أشجار محترقة وأنهار جفت، وعند وصولهم رأوا ما لم يروه من قبل: سماء رمادية، وناس يسيرون كالأشباح، بلا كلام بلا حيوية. استقبلهم شيخ القرية العجوز، واسمه الشيخ عارف، وقال: شيخ عارف، أهلا بك أيها الصياد. سمعنا عنك وعن عدلك وعن زوجتك الحكيمة. نحن بحاجة إلى عقلك لا فقط شجاعتك. روى له أن الكارثة بدأت عندما نبش بعض سكان القرية القديمة كنزاً دفيناً في مغارة جبلية كانت عليها نقوش غريبة، وبعد فتحه خرجت رياح عاصفة، ومن يومها بدأ كل شيء ينهار. الشيخ ومن اقترب من الكهف سمع صوته يضحك، ثم لا يرى له أثر بعد ذلك. قرر عياد أن يذهب بنفسه إلى الكهف، وفي اليوم التالي خرج برفقة شيخ حافظ للطرق القديمة اسمه يونس. حملوا مشاعل وساروا في صمت حتى وصلوا إلى فوهة الكهف. كان مدخله مظلماً وأشبه بفم تنين نائم، وبينما دخلا بدأت جدران الكهف تضيء من تلقاء نفسها، وظهر لهما مارد عملاق، لكنه لم يكن كالمارد الذي عرفه عياد سابقاً. هذا كان أكثر ظلمًا وأكثر دهاءً. المارد: الصياد عاد، ظننتك تعلمت من الدرس، لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ عياد: أنا لا أتدخل، بل أحمي الأبرياء من جشعكم وغموضكم. ماذا تريد؟ المارد ساخراً: ليس أنا من فتح القبر، بل أنتم الذين كسرتم الحاجز وأيقظتم اللعنة، وما أنا إلا صوتها. نظر عياد إلى الأرض ورأى نقوشاً قديمة تظهر وكأنها تحكي قصة: ناس يعبدون القوة، يفتحون كنزاً فيسجن المارد داخل الكهف، ثم تأتي قبائل الحكمة وتغلق الكهف وتحذر من فتحه مرة أخرى. فهم عياد أن الخطر الحقيقي ليس المارد، بل الطمع البشري المتكرر. قال المارد بصوت يهز الجدران: المارد: اقتربت النهاية، سأخرج وسأعاقب من فتح القبر. عياد بصوت ثابت: لن تخرج، هناك من سيدفع الثمن، لكن ليس الأبرياء. فجأة أخرج من جيبه الحجر الأزرق الذي أعطاه المارد القديم في الجزء الثاني حين غفر له وزوجته. رفعه في وجه المارد الجديد، فإذا بضوء قوي يشع يهتز الكهف، ويصرخ المارد بشدة: المارد صارخاً: هذا حجر الطهارة، مستحيل أن تملكه. عياد: غفر لنا مارد قديم عندما تبنى، وهذا الحجر هو وعد بعدم تكرار الطمع، أما أنت فلن تخرج. ارتجى الكهف وسقطت الصخور واختفى المارد، وسمعت همسات خافتة ثم عم السكون. خرج عياد ويوسف من الكهف، ووراءهم باب من نور أغلق الكهف إلى الأبد. عادت السحب تتحرك، والريح تهدأ، والقرية تستفيق من السكون. عاد إلى قريته، إلى زهرة وسهيل، فاستقبلوه كالعائد من معركة أسطورية. كل مرة أظن أننا انتهينا من المخاطر تأتينا قصة جديدة. عياد ضاحكاً: هكذا هي الحياة يا زهرة، من يتعلم من الماضي يكون مستعداً دوماً للمستقبل. مرت أشهر على عودة عياد وزهرة إلى قريتهما، وأصبحت حياتهما أكثر هدوءاً. لكن كل شيء تغير في أحد الأيام حين وصل إلى القرية رجل غريب يدعى سليمان البحار، وكان قادماً من أرض بعيدة.
قائلا إنه بحث عن عياد طوال أشهر. سليمان البحار: أنت الصياد الذي أوقف المارد في الجبل، أليس كذلك؟ عياد بتساؤل: نعم، ومن أنت؟ ولماذا تبحث عني؟ سليمان البحار: أنا سليمان من أقاصي البحر، جئت إليك بعدما سمعنا عن شجاعتك. لدينا مشكلة وأنت الوحيد القادر على مساعدتنا. البحر يعصف والأمواج تبتلع السفن، وقلوب البحارة غارقة في خوف لا يفهمه أحد إلا من عايشه. استغرب عياد وقال لزهرة: عياد، لم أفهم ماذا يمكنني أن أفعل في البحر. أنا لا أملك سوى شبكتي وقاربي الصغير، لكنها مغامرة جديدة. أظن أن هذا البحار قد يحمل لك درساً جديداً. إذا كان البحر يهددهم فقد يحتاجون إلى حل غير تقليدي. قرر عياد أن يذهب مع سليمان البحار، وأخذ معه زهرة وسهيل. ركبوا السفينة التي كانت قادمة من مدينة الميناء الكبير، وهي مدينة تحاط بالأساطير، ويقال إن هناك كنوزاً مفقودة في أعماق البحر. كانت الرحلة عبر البحر غير عادية، الرياح تعصف والموج يتلاطم، لكن سليمان البحار ظل هادئاً يقود السفينة بشجاعة. وفي إحدى الليالي، بينما كانت السماء ملبة بالغيوم، ظهر ضوء غريب في الأفق. كانت الأضواء تتراقص وكأنها نار تشتعل على الماء، ولكنها لم تكن ناراً. زهرة بقلق: ما هذا؟ هذه ليست أضواء عادية. سليمان البحار: هذه علامة، إنها تظهر عندما يقترب الجان البحري من السطح. عياد: الجان؟ ماذا تعني بذلك؟ سليمان البحار بتنهد: الجان البحري هو كائن قديم يعيش في أعماق البحر ويغرق السفن، ولديه القدرة على جذب الناس إلى الأعماق. أجيال من البحارة حاولوا القضاء عليه، لكن لا أحد نجح. وفي تلك اللحظة اهتزت السفينة فجأة، وسمعوا أصواتاً غريبة تخرج من الماء كأنها همسات. نزلت الأمواج إلى السفينة وانكسرت إحدى الأشرعة، لكن في اللحظة نفسها ابتسم سليمان البحار بابتسامة غريبة. إنه هنا ظهر الكائن من الأعماق. كان الجان البحري عملاقاً، له جسد عجيب يشبه الأسماك والطيور، وعيناه كأنهما نيران تشتعل في البحر. كان يضحك، صوته يرن في الأذن وكأن الأرض تهتز من تحتها. الجان البحري: أخيراً وجدتموني، كنت في انتظاركم يا عياد، لأنك الوحيد الذي يستطيع التعامل مع قوتي. نظر عياد إلى الجان البحري وقال بصوت هادئ: عياد، لن أخاف منك أيها الكائن الغريب، ولكنني لا أبحث عن صراع. ما الذي تريده منا؟ الجان البحري ساخراً: أريد شيئاً بسيطاً، أريد أن يطيعني الناس وأن يعترفوا بعظمتي. إذا حصلت على ذلك سأترك السفن وشأنها. التفت عياد إلى سليمان البحار وقال: لابد أنه يستغل خوف الناس لتحقيق سلطته، لكن شيئاً يمكن أن يتحقق بالخوف. علينا أن نجد طريقة لكسر سلطته. حينها ظهرت زهرة وهي تحمل في يدها حجراً أزرق، نفس الحجر الذي استخدمه عياد في الماضي لطرد المارد. قالت زهرة: هذا الحجر الذي يملك قوة نقية وطاهرة قد يساعدنا، لكن علينا أن نستخدمه بحذر. رفع عياد الحجر في الهواء، وحين لامس ضوءه مياه البحر بدأت الأمواج تهدأ تدريجياً، والجان البحري يصرخ في ألم. تراجع قليلاً، ثم ظهر له شبح كبير من البحر وعيناه تضيء بشدة. الجان البحري وهو يتراجع: أنتما لم تكونوا لتنجحوا لولا تلك القوة.
سأعود يوما ما. ثم اختفى الجان وهدأ البحر وعادت السفينة إلى مسارها، لكن كان الجو مشحونا والعالم في البحر ما زال غامضا ومليئا بالأسرار. وصلوا إلى ميناء كبير، عرفوا أن هذه المغامرة لم تكن سوى بداية. لقد كسروا قوة الجان البحري، لكن هنالك أسرارا قديمة لا يزال البحر يخبئها. زهرة، لقد نجحنا في طرد الجان، لكني أخشى أن تكون هنالك مخاطر أكبر في انتظارنا. عياد، سنواجهها معا. الحياة دائما مليئة بالتحديات، ولكن علينا أن نكون مستعدين لمواجهة كل شيء.